السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الحبيب، جمهور قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام، الصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. كولر جاهز اليوم إلى مباراة إنبي. كولر أغلق صفحة أفريقيا والآن يركز على بطولة الدوري العام. حفز لاعبيه ونشط لاعبيه، وأيضا نبه على لاعبينه أنهم يخرجوا برا دائرة التفكير في مباراة الوداد. قال لهم لكل حادث حديث. توقعاتنا اليوم بتشكيل النادي الأهلي: طبعا علي لطفي و خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول، مع أني أتمنى أنه يريح علي معلول. أيضا خط النص هيكون ديانج وعمرو السولية، وقدامهم أفشة. قدام محمود بيرسيتاو ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر. نتمنى أن يكون الأهلي اليوم مستعد لمباراة إنبي، ويكون اللي هيأدي المباراة اليوم واللي هينزلوا يلعبوا المباراة يعني يكونوا قد المسؤولية ويحافظوا على الفارق اللي بيننا وبين المركز الثاني. احنا بندور على بطولة الدوري، احنا بنبحث عنها، احنا عاوزينها، لذلك نتمنى ان شاء الله التوفيق للأهلي اليوم، ويفوز بالمباراة على إنبي بإذن الله. إنبي فريق قوي وفريق منظم وفريق عنيف وفريق سريع، لكن الأهلي إن شاء الله قادر على أن يطلع بالثلاث نقاط بإذن الله تعالى. الاتحاد الإفريقي يعين معتز إبراهيم الشلماني الليبي حكما للأهلي والوداد في القاهرة. طيب، مين معاه في الفيديو؟ غربال وهيثم قرات التونسي وفومو كارين الكاميروني. طبعا يعني شوف الاتحاد الإفريقي بيعمل إيه. تخيل غربال اللي أدار كام نهائي النهاردة حكم فار. هيثم قرات أيضا من الحكام الرائعين فار. فومو كارين الكاميروني فار. وجايبين حكم للنهائي، دي تاني مرة يحكم في الأدوار الإقصائية للأهلي. حكم مع الرجاء ودي المباراة الثانية. يعني الحكم ده ضيع على الأهلي ضربة جزاء وحسب على ديانج ضربة جزاء مشكوك فيها، ولكن يعني أهو. لكن يعني هو ما فيش حكام في افريقيا يا اتحاد افريقي؟ انا مش فاهم يعني. لكن الاتحاد الافريقي لما بيوضع غربال وهيثم قرات في الفار، يعني بيقول لهم انه ما فيش كبير في الحكام في قارة افريقيا. الحكم اللي بيأدي كويس هو اللي هيترشح لإدارة المباريات القوية، والحكم اللي هيأدي بإهمال هيروح فار، هيروح حامل راية، هيروح أي حاجة. أحمد شوبير يعلن أن مصطفى شوبير جدد عقده مع الأهلي. قال اتصل ابني مصطفى شوبير وقال: يا بابا أنا جددت العقد مع النادي الأهلي. أنا لا سألته بكام ولا هو قال لي العقد بكام. ليه؟ قال: لأن إحنا النادي الأهلي ده هو اللي عملنا، النادي الأهلي ده هو الكيان بتاعنا، النادي الأهلي ده بيتنا، فإحنا ما يهمناش هناخد كام، احنا يهمنا ان احنا موجودين في الاهلي ولا لا. قال لك لو الاهلي حب يتعاقد مع مصطفى مجاني من غير فلوس، قال احنا هنوافق. هم دول ابناء الاهلي الاوفياء، هم دول رجال الاهلي الابطال، هم دول اللي بيحبوا ناديهم وبيخلصوا ليه. الاهلي يحسم ملف الاعاره لحمدي فتحي الا الوكره او غيره، وتعليمات باغلاق هذا الملف نهائيا حتى نهاية بطولة أفريقيا. وقد يعار فتحي إلى الوكرة بعد هذه البطولة، وممكن ما يكملش الدوري ويروح علشان يكون يحضر فترة الاستعداد وفترة المعسكر مع فريق الوكرة القطري. لكن الآن يجب على الأهلي كإدارة وإعلام الأهلي وقناة الأهلي تغلق جميع أي ملفات، حتى التجديدات تغلق الآن، لأن احنا داخلين على مباراة قوية جدا، ويجب إن شاء الله أن تحسم من القاهرة. يعني الأهلي إذا فاز 2 أو 3 على الوداد في القاهرة
حسمت إن شاء الله مشوار البطولة بإذن الله تعالى. لذلك يجب علينا التركيز ثم التركيز ثم التركيز على النهائي الإفريقي بإذن الله تعالى. عدلي القيعي والمنيسي في حلقة ملك وكتابة يعلنان أن الأهلي مش للبيع. وقال عادل القيعي وإبراهيم المنيسي إنه الأهلي ليس للبيع يا سويرس. هم ما قالوش سويرس طبعا، لكن الرسالة رايحة لسويرس. سويرس مش عارف يشتري ايه ولا ايه، عنده فلوس ملهاش عدد، عنده بيزنس ملوش مكان، ومصمم على النادي الأهلي وبيحارب الأهلي في قناته علشان يكسر الأهلي ويخليه يخضع له ويروح له الأهلي ويشتريه. الأهلي مش للبيع يا سويرس، الأهلي لجماهيره، الأهلي لأعضاء جمعيته العمومية. قال لك إن الكابتن الخطيب لما جه عمل لائحة أساسية للأعضاء والنادي، وهي تعطي الحق للجمعية العمومية في أخذ القرار لصالح النادي وليس مجلس الإدارة منفردا. يعني مجلس الإدارة ما يقدرش ياخد قرار وينفذ قرار ولا يعمل أي حاجة لوحده زي ما كان أيام المهندس محمود طارق. طيب، قال إن الخطيب ومجلسه عمل أن تقوم إدارة الأهلي بتأسيس شركة الكورة بفروعها، الألعاب الرياضية، المنشآت الرياضية، الأنشطة الرياضية، الإعلام الرياضي، الطب الرياضي. دي كلها شركات الأهلي بيعملها أو عملها علشان كل ما يخص الرياضة يبقى إيه تحت سيطرة الأهلي كشركات. قال لك الأهلي بقى ممكن الشركات دي هي اللي تشتري أسهم الأهلي من النادي نفسه. قال لك شرط إن الأهلي يملك 51.5% علشان يكون النادي هو صاحب القرار وصاحب القانون وصاحب الحق في الإدارة والقرارات، ومع إنها شركاته، لكن برضو علشان إيه ما ياخدش يعني الشركات دي ممكن تبقى مساهمة ويبقى فيها مساهمين وفيهم رجال أعمال من المساهمين يشتروا أسهم من الأعضاء اللي موجودين، خلي بالك، فيبقى يقدر يسيطر على القرار. لذلك خلى السيطرة أو الإدارة تكون تحت إيد النادي علشان محدش يقدر يعمل أي حاجة حتى لو شركات الأهلي. قال إدارة الأهلي وضعت رواسخ وقواعد أساسية لا أحد يستطيع أن يتجاوزها، سواء المجلس الحالي ولا المجلس القادم ولا اللي قادم بعد القادم ولا أي حد. ده مجلس قاعد وهيمشي، واللي هيجي هيقعد وهيمشي، وهكذا. وذلك من خلال حوار مجتمعي ومستشارين قانونيين. وحرص الخطيب أن نجعل هذه اللائحة لائحة نظام ثابتة على مدى الدهر إن شاء الله. يعني الخطيب لما جه يعمل اللائحة دي جاب مستشارين وحوار مجتمعي بين أعضاء الجمعية العمومية وحتى الجماهير وحتى الإعلاميين وأبناء النادي الأهلي اللاعبين في كل الألعاب، وطلعوا بالنتيجة اللي هم وصلوا لها، إن يبقى في شركات مساهمة وتطرح على البورصة، تدخل الاكتتاب، ويبقى في الأسهم لأعضاء الجمعية العمومية أولا، واللي يزيد اللي عاوز يشتري إن شاء الله. وطبعا الجماهير هيكون ليها دور إن شاء الله. تعادل الزمالك مع الداخلية في مباراة أفلت الزمالك من هزيمة ثقيلة، 5 انفرادات للداخلية، 5 انفرادات كانت ممكن تبقى على الأقل فيها 3 أهداف، كان طلع الداخلية 3-1 امبارح. كانت كفيلة فعلا نتيجة امبارح بكارثة تعتبر إعدام لنادي الزمالك. وقال إيه زعلانين إن مباراة القمة مع الأهلي تأجلت. يلا عيب، يلا عيب، يلا اللي انتوا بتعملوه، يلا ده الداخلية ضاع منها الفوز امبارح. البنا يحتسب أول ضربة جزاء على الزمالك هذا الموسم. خلي بالك، لو البنا عنده شك 0.5% ما كانتش اتحسبت، لو الفار عنده شك 0% ما كانتش اتحسبت، ولو فيها شك 1% كان الغندور اتشال واترقع واتخبط وخبط دماغه في الحيطة ونام على الأرض ونام على بطنه وعمل كل حاجة وكان بهدل الدنيا لو في شك 1%. لكن لأنه ما فيش فمحدش قدر يتكلم يعني. وسبحان الله، البنا يحسب ضربة جزاء لزيزو وهي ضربة جزاء حلال وضيعها زيزو برضه. وبعدين في حكام الفيديو دول يا جماعة، احتواء الزمالك يعني بقى حاجة صعبة، حرام عليكم.
الفرق، يعني فريق زي الداخلية ده بيصارع على الهبوط، يعني ادوا له حقه. احنا احكم بالعدل يا اخي، احكم بنص العدل بلاش العدل. ضربة جزاء واضحة للداخلية امبارح، ما تسحبش ليه؟ يعني ما يعني انت بتنام ازاي؟ ضميرك ده يعني ايه؟ بتشوف اهلك ازاي؟ بتشوف عيالك ازاي؟ بتقعد معاهم ازاي؟ بتقول لهم ايه؟ فين العدل؟ فين الضمير؟ ناس لا حول ولا قوة الا بالله. والبرتغالي اللي جايبينه ده لجنة الحكام، حاطينه رئيس لجنة الحكام وتطوير للحكام، ولا له اي علاقة باي حاجة. عمال يشرب في الملوخية عند المطعم بتاع حازم وميدو، وظبطوه في الملوخية، والراجل نسي نفسه عمال يعوم في الملوخية، ولا حاسس بأي حاجة، ولا بحط حكام. ومحمد فاروق والاسمه ايه التاني ده، هم اللي بيختاروا، هم اللي بيحطوا، هم اللي بيشغلوا، والراجل ما انتخ اخر انتخى، والمهم بياخد كم دولار كل شهر وخلاص. زيزو ضيع ضربة الجزاء امس امام الداخلية. زيزو افضل واحد يجيب ضربات جزاء في مصر كلها، بل في افريقيا. بس زيزو ضيعها ليه؟ لان زيزو مشغول، زيزو دماغه مشغوله، زيزو عاوز يمشي خلاص. زيزو من ساعه ما وقع العقود ما خدش ولا جنيه غير المقدم اللي خده. الراجل قرف وتعب، والجماهير كل شويه تشتم فيه وتعمل فيه وتهينه. فالراجل قال لك بقى ايه؟ انا عاوز امشي، فاحاول اعمل اي حاجه كده واخلع. رساله الى الغندور وهزازي الرؤوس وحزومه وميدو والهجاص واسلام صادق ومهير عبد الهادي وكل ابطال الزمالك دول، لو رجاله العبوا مباراه القمه مع الاهلي. لو فيكوا راجل تمسكوا بان الاتحاد يلعب المباراه في موعدها وما ياجلهاش. لكن انتوا عارفين، وبعدين انتوا ما فيكمش رجاله صراحه. انا بسال الاتحاد ليه اتاجلت القمه؟ انا مش عارف. الخضري يصرح مع محمد شبانه. احمد الخضري ده كان رئيس اللجنه الاعلاميه في نادي الزمالك. قال له كويس ان الزمالك ما راحش السوبر، كانت هتبقى فضيحه بجلال. وكويس ان القمه اتاجلت، كانت هتبقى فضيحه باتنين جلاجل. والحمد لله انها جت على قد كده، لانها كانت هتبقى فضيحه بثلاث جلاجل. ايه يا عم الخضري في ايه؟ قال لك والله العظيم كنا هنتغلب 19-2. ليه حط الاثنين دي؟ انا مش عارف. ال 19 ممكن، بس الاثنين دي حطها ليه؟ مش عارف، عاوز اساله والله اشوف ايه الموضوع. محمود علاء لاعب الاتحاد اخذ طرد امبارح، وبعد ما اخذ الطرد اعتدى على الحكم واعتدى على المصور بتاع الكاميرا، والموضوع كبر ووصل الى نقطة البوليس والشرطة، وبقى في قضية ضد محمود علاء. طب ايه السبب بقى يا جماعة؟ طبعا محمود علاء ايه اللي خلاه يعمل كده؟ محمود علاء كان بيعمل كده في الزمالك، بيشتم وبيضرب وبيدي ايده على الحكم ويعمل اللي عاوز يعمله، بس ما كانش يجرؤ حكم يعمل له اي مشكله. فهو رايح متعود. هو الولد يعني بصراحه مصدوم، لان هو متعود على كده، وما متعود محدش بيكلمه ولا حد بيعمل له حاجه ولا بيكتب له تقارير ولا اي حاجه. فتعامل كده مع الحكم وشد مع الحكم ومد ايده وكسر الكاميرا وعمل مش عارف ايه، لانه هو متعود انه يبلطج ومحدش يحاسبه. المرة دي بقى حسبتها غلط يا حودة. المرة دي دخلت على الكلبوش وقضية وبهدلة. لكن ممكن مرتضى برضه يتدخل وينقذ ابنه محمود علاء. المحكمة تطالب مرتضى مرة أخرى في قضية الاعتداء والسب والقذف في حق الأستاذة لمياء خيري، مفتشة لجنة التفتيش من الجهاز المركزي للمحاسبات. ومرتضى لم يذهب إلى المحكمة اليوم، فتم تأجيل القضية ليوم 18/6 القادم بإذن الله. يعود إلى السجن مرة أخرى بإذن الله تعالى. تخيلوا النهاردة القاضي رفض المدافعين أو المحامين يدافعوا عن مرتضى منصور، قال لك لازم يحضر شخصيا. اتصلوا عليه قالوا له تعالى، قال له خلال معاك ساعة تكون موجود، عبال ما يخلصوا هم شغلهم. ما جاش. أجلوا القضية ل 18/6 عشان يرزعوه حكم إن شاء الله سنة مع الشغل والنفاذ، نبقى خلصنا مرة واحدة من هذه الأوباش. إلى هنا نكون انتهينا من هذا الفيديو، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله. دمتم وفي أمان الله. أرجوك اعمل لايك أنت بتسمع الفيديو، أرجوك شير، أرجوك اشترك في القناة لأول مرة تسمع،
علشان نقدر نعلى بقناتنا وندافع عن نادينا أمام هؤلاء الزلنطحية أعداء النجاح، أعداء الأهلي، مكارهين الأهلي وجماهيره. وإلى أن نلقاكم إن شاء الله.